هل الواحد ممكن يبقى مستعد 100% علشان يبدأ حاجة؟ إجابة مختصرة لأ، بجد لأ، مستحيل الواحد يبقى مستعد 100% إن هو مقبل على خطوة معينة في الحياة أيًا كانت هي إيه، وده مش تشجيع مني إن أنا أقول للناس اعمل حاجة وأنت مش مستعد لها، اللي هو مثلًا روح امتحن وأنت مش مذاكر، لأ، أنت علشان تمتحن لازم تبدأ تذاكر، وعلشان تبدأ تذاكر أنت مش لازم تبقى مستعد إنك تبدأ تذاكر. هذا هو الفيصل ما بين إن أنا رايحة أمتحن وإن أنا هابدأ أذاكر. فعمر ما الإنسان بيبقى 100% ready، وعمري ما هاصحى من النوم هاقول لأ، أنا كده بقى شكلي النهارده مستعد إن أنا أبدأ أعمل الحاجة الفلانية، كده أنا شكلي مستعد بقى علشان أنزل أقدم على شغل، أو شكلي النهارده مستعد إن أنا أعمل الCV بتاعي، لأن أنا لو أنا اديت مخي option إن هو أنت مستعد ولا مش مستعد، أنا كده كده مش مستعد، وكده كده مخي هيختار إن هو مش مستعد، لأن أنت كده بتطلب من دماغك إن هي تطلع من الcomfort zone، وصعب قوي على الدماغ إن هي تطلع من الcomfort zone. هو إحنا اتخلقنا كده، الواحد يعني لو أنت حد قالك بكرة أنت هتعزل وهتروح بيت أحلى، أنت هتفكر مليون مرة، لأن أنت واخد على بيتك، أنت واخد على الكومفورت زون بتاعتك، وأنت واخد على قعدتك. لو حد قال لواحدة إن هي هتتجوز وكانت عايشة في شقة وبعد كده هتروح في فيلا، هتبقى متوترة وهتراجع قراراتها 100 مرة، لأن الكومفورت زون دي الحتة اللي أنا متعود عليها، ودي الحتة اللي أنا بستريح فيها. ففي القرارات برضو كذلك. وعايزة اقول لكم ان لو الواحد استنى ان هو يبقى مستعد، الواحد عمره ما ياخد خطوة لقدام. عمرك ما هتبدأ الرياضة اللي انت عايز تبدأها، عمرك ما هتبدأ تتعلم الحرفة اللي انت عايز تعملها، او عمرك حتى ما هتبتدي تمارس الهواية بتاعتك، لان صعب قوي واحد ياخد خطوة لقدام لو هو مستني هو يبقى مستعد. انت عمرك ما هتبقى مستعد لا النهاردة بقى انا هبتدي اعمل الهوايات بتاعتي علشان انا صاحي مستعد. لا، لو انت صحيت وحسيت نفسك مستعد انك تعمل حاجة فدي مرة في المليون، لكن انت مش كل يوم بتصحى مستعد، مش كل يوم بتصحى مستعد انك تنزل الشغل، مش كل يوم بتصحى مستعد انك تبذل مجهود. وطول ما انت زي ما قلت لكم انت بتدي الاوبشن لدماغك انك تعمل او ما تعملش، انت كده كده مليون في المية مش هتعمل. وانا عايزة اقول لكم ان مهم قوي انك تبدأ وانت مش مستعد، علشان practice makes perfect، ان انت تتمرن على الحاجة، ان انت توصل انك تعرف تعمل الحاجة لحد ما ان شاء الله تبقى كويس فيها. انت محتاج وقت تتمرن، فالتمرين على الحاجة بيجي وانت جوه الحاجة. انت ما تقدرش تتمرن قبل ما تبقى في الحاجة، يعني مثلا انت مش هتعرف تذاكر منهج ثانوية عامة قبل ما تبقى في ثانوية عامة، انت لازم بتتمرن في الحاجة. تجربتك للحاجة وتعرضك ليها بيخلي انك عندك دفع اكتر انك تتعلم، وبيخليك تبذل مجهود اكبر من ان انت تكون شايف الحاجة من بره كده، اللي هو لا انا هشوف كده مثلا يعني ده المثل اللي جاي في دماغي وحاسه it makes perfect sense. لو انا مثلا هذاكر لثانويه عامه قبل ثانويه عامه بسنه، دايما هيبقى عندك الاوبشن اذاكر او ما اذاكرش، انا كده كده انا مش همتحن السنه دي، انا كده كده همتحن السنه الجايه، فمفيش مشكله ان انا استنى، مفيش اجبار عليا. ولكن لو انت فعلا ابتديت تمارس الحاجه، يعني مثلا انا هنزل فيديوز على يوتيوب، اتعلم واحده واحده وانا بعمل الحاجه، علشان practice makes perfect، ان انا كل ما اتمرن كل ما هيبقى احسن. وان شاء الله عبال ما الشانل بتاعتك تكبر هيبقى اوريدي انت عديت بكل الحاجات المحرجة اللي اي كرييتر بيعدي بيها، عملت الكونتنت الكرنجي اللي انت هتندم عليه كمان كام سنة عبال ما توصل للحتة اللي انت عايز توصل لها. لان هي دي الحياة، مفيش حد بيبدأ حاجة وبيبقى بيرفكت، ومفيش حد فجأة بيلاقي نفسه مستعد ان هو يبدأ الحاجة. انا فاكرة ان اول فيديو صورته انا كان في دماغي ان انا اصوره بقالي كتير قوي، ما عنديش مايك، ما عنديش كاميرا، الموبايل بتاعي الكاميرا بتاعته وحشة جدا، ولكن انا رحت عملت ايه، رحت وقفت سندت الموبايل بكتاب وعلى ترابيزة علشان يبقى فيه ترايبود، علشان ما فيش ترايبود، وكنت بصور في الليفنج بره، وكان ورايا الحيطة ما كانش ورايا اي حاجة. وقررت ان انا ابدأ، مع ان انا مش مستعدة ولا نفسيا ولا مستعدة ان انا في حاجة اقدر استخدمها تساعدني في التصوير، ولكن بدأت وابتديت اعمل فيديوز، وبراكتس ميكس بيرفكت لحد ما ابتديت اتعرف، الايديتنج بتاعي بقى احسن، الكونفيدنس بتاعي قدام الكاميرا بقى احسن، بقى يتفرج عليا ناس اكتر، وابتديت فعلا ان انا اوصل للحته اللي انا عايزه اوصل لها، لان انا بدات وانا مش مستعده. لو انا كنت جبت ذا بيرفكت كاميرا، وجبت معدات اضاءه، وجبت المايك، وجبت ما اعتقدش ان انا كنت هقدر ابدا اساسا. وبعدين انت مش داخل كومبيتيشن، يعني انا مثلا لو انا عايزه ابدا انزل الجيم، انا عايزه الاول انزل اجيب لبس الجيم، وعايز اجيب المكملات، وعايز اعمل ميل بلان، اللي هو اشوف انا هاكل ايه علشان
لأ، هي ما بتجيش كده. حلو أوي إن الواحد يخطط للحاجة، بس عمرك ما تفتكر إنك لمّا تخطط لها هتعرف تعملها perfect أول مرة، لأن أنا عارفة الواحد بيبقى فاكر إن هو كل ما يحضّر وكل ما يأهّل نفسه إن هو لمّا هيروح يمارس الحاجة دي إن هو يبقى 100% perfect، ولكن هذا لا يمت الواقع بصلة. كلنا لمّا بنبدأ ما بنبقاش عارفين نعمل إيه والّا نجيبها منين والّا منين، وعلشان كده ما بتفرقش، وما حدش مهتم، ما حدش مهتم إنك بادئ وأنت مش مستعد، المهم إنك تبدأ. وأنا باحس الحياة دي عبارة عن قرارات، أنت هتقرر إنك هتعمل الحاجة الفلانية دي مهما كان الoutcome ومهما كان أنت مستعد والّا لأ، أنت هتقدّم على الشغلانة دي. حضرني موقف من الحاجات اللي أنا عِشتها، إن أنا لمّا قدّمت إن أنا أبقى English instructor اللي هو بادّي courses بتاعة English في مكانٍ ما، أنا ما كنتش مستعدة نفسيًا نهائي، باتحرج جدًا، باتكسف جدًا، ما أعرفش إن أنا عندي مَلَكة الشرح والّا لأ. قدّمت في مكان طالبين ناس خريجين وأنا كنت مخلّصة تالتة جامعة وكنت لسه داخلة رابعة، ماشي هي في الscope بتاعي وأنا كنت خريجة ألسن English وأنا بادّي courses English، ولكن ولا كان سِنّي ولا كانت خبرتي ولا كانت الtalent بتاعتي تسمح لي إن أنا أقدّم على حاجة زي كده، ولكن أنا حسّيت إن أنا هاقدّم وهاخد الخطوة واللي ربنا عايزه هيكون. وعايزة أقول لكم إن أنا أول ما وقفت أنتم المفروض بتعملوا كده زي demo أو بيدّوا لكم حاجة تشرحوها، بيجرّبوا يشوفوا أنتم بتعرفوا تشرحوا والّا لأ. أنا لحد ما أنا داخلة كنت متأكدة إن أنا مش هاعرف أتكلّم قدّام الراجل، بس أول ما قال لي اتفضلي اشرحي، أنا حسّيت إن مش أنا اللي باتكلّم، وحسّيت إن أنا جالي confidence أنا ما أعرفش منين. لحد دلوقتي لمّا باقف وباتكلّم قدّام ناس أنا ما بابقاش عارفة مين اللي بتتكلّم، أكيد مش أنا، لإن أنا في طبيعتي أنا باتحرج جدًا، ما بابقاش عارفة أقول إيه، بابقى حاسة إن أنا awkward كده، اللي هو غريبة، مش عارفة أقول إيه أو مش عارفة أعمل expressions إيه بوشي، ارتباك. لكن أول ما وقفت ولقيت نفسي باقول لمّا قال لي قولي وشرحت واتبسط جدًا، لقيت نفسي إن أنا talented وأنا ما أعرفش إن أنا talented، مع إني بدأت وأنا مش مستعدة. وبعدين كان مكتوب إن هُم عايزين ناس graduates يعني ناس متخرّجة، بس لمّا لقى إن أنا عندي الtalent دي وإن أنا عرفت أشرح وإن الEnglish بتاعي كويس، قال لي: "خلاص ماشي اشتغلي." فولا كنت مستعدة دراسيًا ولا كنت مستعدة نفسيًا ولا كنت مستعدة أي حاجة، ولكن عشان أنا خدت قرار إن أنا هابدأ وقُلت ربنا يجيب اللي فيه الخير، فده اللي حصل فعلًا واشتغلت الشغلانة. الحاجة الوحيدة بس اللي خلّتني أسيب الشغلانة دي هي إن أنا لقيت شغلانة تانية أحسن. وزي ما قُلت لكم قبل كده ما تدّوش نفسكم اختيار إنكم تبدأوا أو لأ، لإن هو دايمًا هيبقى لأ، ولكن ابدأوا. اعزم على إنك تعمل الحاجة واسعى للحاجة وربنا بجد هيوفقك، حتى لو ما وفقكش في ده هيوفقك في حاجة تانية، والمكان اللي انت فيه ده هيبقى زي سلم علشان يوديك الحاجة التانية. انا دايما بحس كده لما ببدأ حاجة وربنا ما يوفقنيش فيها، بحس ان دي كانت ستيب لازم اخدها علشان اسويتش واروح الحاجة التانية. وبس كده.